السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هقدم لكم فتة اللحمة الضاني. كنا مجهزين قبل كده اللحمة الضاني في شوربتها، وهنعمل بالخبز بشكل بالمقص، نقصه مربعات بالشكل ده ونحمصه في الزيت. لو حابة تحمصيه في الفرن عادي. بنقطع كمية كبيرة من الثوم مكعبات صغيرة بالشكل ده. وعندي رز ابيض مطبوخ اوريدي جاهز. كل اللي هنعمله هنجيب الخبز المحمص نحطه في طبق عميق، ونحط عليه كوبايتين من الشوربة بس تكون مغلية سخنة جدا، ونقلبهم كويس جدا. وهنغطي عليه وهنسيبه لغاية ما نخلص بقية الشغل بتاعنا. هجيب قالب عندي بالشكل دوت واحط فيه الرز المطبوخ. الرز يا جماعة رز مصري، اللي هو الحب المصرية. بحط الخليط، بحط كمية الرز كلها اللي عندي بالشكل ده، وهبدأ اوزعه على الجوانب بحيث ان النص يكون مفرغ. بعد ما خلصت الرز بالشكل ده بسيبه، وبجيب الخبز اللي انا سقيته بالشوربة، بقلبه كويس جدا، وببدأ اوزعه في الفراغ اللي موجود في الرز، اللي هو مبطن داخل الرز، كأني بالظبط بعمل رز ومحشي بالخبز المحمص. هنا وزعت كل الخبز على الرز اللي موجود. بحاول ان انا اضغط عليه واساوي السطح كله سوا واحد، لان انا هاجي اقلب القالب دوت في الطبق التقديم، فانا مش عايزه يكون في جزء عالي وجزء واطي، لازم يبقى كل السطح متساوي بالشكل ده. وبحاول اضغط علشان الخبز يندمج مع الرز. هجيب قالب التقديم اللي عندي واغطيه عليه وابدا اقلب. بس خدوا بالكم يا جماعه، القلبه دي صعبه جدا، فممكن كل اللي انتوا عملتوه يكون في الارض. حرصوا جدا من القلبه ديت وتكونوا متاكدين انتوا قادرين تعملوها. بعد ما خلصت برفع القالب، وده الشكل الجميل اللي انا قدرت اعمله الحمد لله. بساوي اي حاجه عندي مش متساويه،
وبعدين بجيب الثوم ومعلقتين زيت وهبدأ اعمل الخليط الصوص نفسه. معلقتين الزيت على كمية الثوم اللي عندي كلها، احطها على النار وابدأ اقلب فيها لغاية ما اللون يكون مش اللون، يعني انا مش عايزة لونه يتغير، انا عايزاه يدبل، فبس التومة تدبل وريحتها تبان. هنا تقريبا الثوم دبل عندي، بجيب نص معلقة ملح صغيرة ونص معلقة فلفل صغير وبقلبهم كويس جدا. انت لو حبيتي تقللي الملح او تزودي الملح براحتك، بس الصوص لما يبقى مالح قوي بيبقى طعمه مش ظريف، فحاولي تحطي الملح نسبته مظبوطة. وبقلب كويس جدا لغاية ما ياخد بقى اللون الاصفر، ما يتحمصش، انا عايزاه ياخد بس اللون الاصفر، بداية اللون. اول ما بياخد اللون الاصفر بتاعه بنزل عليه بالخل، حوالي ربع كوباية خل صغيرة. بقلب المكونات كلها مع بعض بالشكل ده، ولغاية ما احس ان كل المكونات اندمجت مع بعض، والثوم اللي عندي دبل شوية واخد من الخل. لما الاقي الصوص اندمج مع بعض، انا مش عايزاه يتشرب، انا عايزاه يفضل صوص زي ما هو، يعني تقريبا هيقعد على النار بعد ما احط الخل حوالي دقيقتين مش اكتر من كده. بعد ما بخلص بجيب قالب الرز بتاعي وابدا اوزع عليه الخليط اللي انا عملته، بوزعه طبعا بحيث ان كله يتشرب الصوص دوت كويس جدا. انا هنا خلصت الفتة بتاعتي، بتتقدم مع اللحمة المسلوقة والشوربة. لو حبيتي تحمصي اللحمة او تشويها في الفرن عادي، بس هي حلاوتها تتقدم مسلوقة مع الشوربة والليمون. وبالهنا والشفا، وكل سنة وانتم طيبين. ولو حبيتوا الفيديو سووا لايك واشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ان شاء الله.